حضرتك وثقت منهج بيدرس في جامعة هارفارد عن محمد صلاح. صحيح، جامعة هارفارد التدريس فيها بالذات في كلية إدارة الأعمال بيبقى عن طريق الدراسات، دراسة الحالة أو الكيس ستادي. فاحنا لما كنا بنيجي ناخد مثلا درس في التسويق ما بناخدش محاضرة فيها قواعد وقوانين، كنا بناخد قصة والقصة دي نناقشها، وعن طريق المناقشة بيتم شرح المفاهيم او الدروس. أيوة. فانا خدت بالي ان احنا اغلب الكيس ستاديز اللي بندرسها ما فيهاش ابطال، ما فيهاش حكايات من الوطن العربي، ما فيهاش حكايات عن مصر، وما فيش اي ذكر لقصص نجاح من ناحيتنا خالص. فانا حبيت اني اكتب عن حد ناجح، عن حد عربي مصري، حد اسمه محمد والغرب بيحبه زي ما الشرق بيحبه. وكنت محظوظ ان استاذتي في الجامعه استاذه التسويق انيتا البرسي هي متخصصه في الرياضه والافلام والاعلام. انها لما عرضت عليها الفكره قلت لها دلوقتي الراجل ده لسه مجدد عقده مع ليفربول. أيوة. وشايف ان اللي عمله ده يستحق الدراسه، هو ازاي قدر يجدد العقد بالشكل ده، وازاي تحول لاسم او براند ليها هذه القيمه الملياريه. اعجبت جدا بالفكره وتواصلنا مع رامي عباس وكيل محمد. ورامي من الشخصيات الصعبه، يعني هو بيحمي محمد. أيوة. بشكل يعني رهيب. بس لما عرف ان احنا عايزين نقعد معاه ونسمع منه لاسباب تعليميه وافق واستضافونا. رحنا حضرنا مباراه في ليفربول، واتذكر ان وانا بسال على الكرسي فبسال بتاع الامن بقول له لو سمحت احنا رقم كذا، فقال لي انتوا جيستس اوف ذا كينج، انتوا ضيوف الملك. هو فعلا ملك هناك. فانا مش فاهم الملك ده انت تقصد اسم، تقصد صفه؟ فقول له لا حضرتك احنا جايين تبع محمد صلاح. فقال لي ما ده الملك هنا، هيز ذا كينج هير. فدي طبعا كانت بالنسبه لي اسلجت قلبي. وقعدنا معاهم وسجلنا وكتبنا دراسه تدرس حتى الان، دي ثالث سنه ليها في منهج التسويق في كليه اداره الاعمال. حاجه هايله وبنفتخر بيها الحقيقه.